يا ريت قبل ما تسمع تعمل شير وتشترك في القناه وتفعل الجرس، لان باذن الله صباح صباحكم يا رجاله، والهوا هواكوا وانتوا اخواتي وانا ما اقدرش انساكوا. تمام. بصوا بقى السؤال ده رجاله وركزوا معايا فيه. اخ كويس بيقول لي انا كنت عامل شويه زغاليل، وشويه الزغاليل كانوا بيطلعوا يشتغلوا وبينجموا في العالي وبالصلاه على النبي عليهم. تمام. وفجاه ما بقوش يشتغلوا زي الاول وما بقوش يعلوا والكلام ده. بص يا حبيب قلبي، احلى صباح جميل على عيونك. وزي ما كلنا عارفين يا رجاله، كل وقت وليه اذان. تمام. وزي ما كلنا عارفين تاني، احنا بنتبعوا الاصول والاسس اللي بتبقى مطلوبه مننا للزغلول. تمام. الزغاليل بتاعتك يا حبيب قلبي لما كانت بتشتغل وكانت صلاه النبي عليهم وربنا يبارك لك فيهم يا حبيب قلبي، هم كان لسه سنهم يصلح اللي هم يطلعوا يكسروا الدنيا. تمام. هقول لك على كام خطوه وعايزك تبص بصه كده على الحمام بتاعك. تمام. تشوفه هو ما بقاش زي الاول ليه، تشوف المعامله بتاعتهم اتغيرت ليه. اول حاجه حبيب قلبي هنتكلموا فيها، اول حاجه انا هقول على اختيارات. ممكن تكون انت بتفتحهم بدري وغيرت، وبعد كده رحت انت مغير لهم الميعاد، عشان كده الزغلول كان متعود على ميعاد ثابت ومش جايه معاه الميعاد الجديد اللي انت عطيته لهم. دي اول حاجه. تاني حاجه، ممكن برضو الزغاليل بتاعتك وهي صغيرة كانت صلاة النبي عليها من وهم عليهم مثلا 8 و7 و6 و5 و4، كانوا مكسرين الدنيا. وممكن دلوقتي تلاقي سنهم كبر وبقى عليهم ريش، اتنينات وحايد الكلام ده، وانت مثلا مش اخد بالك منهم. في السن ده الزغلول مجهوده هيقل معاك، مجهوده هيقل معاك. وممكن حاجة تانية لا قدر الله وربنا يبعدها عننا وعنك يا حبيب قلبي، ممكن مثلا يكون فيهم حاجة تعبانة شايلة مرض، طول ما فرد الحمام شايل مرض، او لا قدر الله مثلا في اي حاجة او عليه ريش او غيرت له ميعاد، الزغلول ممكن دماغه تتبرجل معاك ومعاملته تختلف، معاملته تختلف. الزغلول يا رجاله زي ما كلنا عارفين احنا بنسكنوه بيبان وهو عليه تلاتات واربعات او اتنينات والكلام ده، حسب ما الزغلول يكون سالك معانا. من هنا باشا انت لما بتسكنه الباب وبيخلص الواحده والصمه العديله والصمه، بترجع تاني لما يخلص بتشمسه وبترجع تجريه عصاري تاني. فانت شوف كده الكام حاجه اللي انا قلت لك عليهم دول. تمام. وابدا اللي انت ارجع استعدل الحمامتين تاني. لو انت غيرت لهم الميعاد ارجع لهم للميعاد الثابت بتاعهم تاني. لو انت مثلا مغير لهم كلفه ارجع للكلفه اللي انت كنت بتديها لهم. لو هم عليهم ريش خفف ايدك شويه عليهم. هتلاقي الزغاليل بتاعتك فيها حاجه من الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي. الصباح صباحكم يا رجاله، والهوا هواكوا وانتوا اخواتي وانا ما اقدرش انساكوا، وكلنا بنكمل واحدة واحدة زميلي عالرايق، اصل اخصامنا بتضايق، دول اخرهم شغل زايق واحنا دايما في العالمية.